يا نهار ابيض، قانون العمل الجديد 2025 نزل، يا ترى هيعملوا فينا ايه؟ الشركات هتمشينا ولا ايه؟ اهدى يا فهلوي، الموضوع مش بالبساطه دي، محتاجين نفهم بنوده كويس. الخلاصة مش في القلق يا صريح، الخلاصة في التنفيذ، وأنا جبت لكم الحل اللي هيفك الشفرة. اهلا بيكم في قناه نقله، انا حكيم وهلخص لكم اهم 3 مفاجآت في القانون الجديد هتقلب الموازين. رقم 1، شفافيه العقود، مفيش حاجه اسمها عقد في الدرج، القانون بيلزم بشفافيه تامه في بنود العقد وتجديده. نقطه مهمه جدا لكل مدير، التقييم المستمر بيوفر وقت الشركه. رقم 2، فتره الاختبار، دي عشان تتقيم وتتطور، مش فخ عشان تترفض، والتقييم لازم يكون اسبوعي. نقطه مهمه جدا لكل مدير، التقييم المستمر بيوفر وقت الشركه. رقم 3، الشعرة معاوية، مفيش فصل تعسفي وفي نفس الوقت مفيش تهاون في حق الشغل، يعني مفيش اجازات مفاجأة تاني، كله بالتخطيط. زي ما شفتوا، القانون مش ضدك لو فهمت إزاي تنفذه صح. اللي مش هيفهم حقوقه هو الخاسر. اعمل نقلة في تفكيرك، اشترك في القناة وشاركنا في التعليقات، ايه اكتر بند في القانون الجديد شاغل تفكيرك؟ دي كانت النقلة بتاعت النهاردة. وعشان النقلة الجاية ما تفوتكش، فعل الجرس وخليك معانا. استنونا الحلقة الجاية، هنغير اللعبة، فانتظار مقترحاتكم بأفكار جديدة.